في لحظة وداع سقط كل شيء، يد امتدت ثم اختفت، وهذه كانت البداية. إذ تقول الشخصية الرئيسية في نفسها ربما، وبعدما تسقط يصرخ قائلا: لا لا لا، هذا هو قدري المحتوم. المشهد في العالم الحقيقي للكاتب. إذ نرى الاستوديو الخاص به، فهناك بعض الفيجرات والشخصيات مثل لوفي من ون بيس، ناهيك عن الضجة الكبيرة فوق منضدة عمل لمانجاكا. إذ يفكر ويقول: الحبكة هنا. يقول هذا وهو يلعب لعبة على الحاسوب الخاص به. إذ تتكلم الشخصيات داخل اللعبة: أنا معجب بك. وتقول فتاة له: هل يمكنك تقديم أخوك لي؟ غلاف عمل المانجا موجود على الجدار. إذ تدخل فتاة تشبه فتاة القطط وتقول: هل المسودة جاهزة؟ يردوه يلعب: سنأخذ إجازة أخرى، أخبر القراء أنني أستجمع أفكاري. تأتي الفتاة وتنظر العمل. يا للأسف لم يرسم صورة واحدة حتى، لقد كان مجتهدا جدا من قبل. ماذا؟ هل التقطت صورة للتنورة مرة أخرى أيها المنحرف؟ منين راح تجيك الأفكار وأنت قاعد تسوي هيك تلعب هاي اللعبة الخايسة؟ إذ يتنهد الكاتب ويقول في نفسه: بصفة رسام مانها مشهور للغاية، فقد حققت المانها سيد الأرواح مبيعات هائلة بلغت مئات الملايين من النسخ، مع عدد لا يحصى من المنتجات المشتقة، حتى أنني قمت بتعيين فتاة جميلة كمساعدة لي. يشعل سيجارة ويقول: هذه هي ذروة الحياة. نهاية لعبة سعيدة أخرى، لا أريد أن ألعب بعد الآن. إذ تقاطعه الفتاة قائلة: سيدي أنا سأذهب، لكن ألم ترسم بضع صور على الأقل؟ القراء يشتمونك على الإنترنت. على الإنترنت؟ يفتح صفحة القراء ويرى بعض التعليقات. ماذا؟ إجازة أخرى؟ كم مرة حدث هذا؟ لقد قتلت الشخصية المفضلة، أنا أطلب تعويض. ما هذه الأحداث المتشابكة؟ لقد جنون هذا الكاتب. سأرسل له شفرات حادة ليقتل بها نفسه. الكاتب يستحق الموت. أنا من سيدفع ثمن شحنها؟ إنها مجرد شخصية ميتة. يغير نظرته وهو يشرب السيجارة ويتباهى. أليست هذه هي متعة أن تكون كاتب مانها مشهورة؟ مصائر الشخصيات كلها بين راحة يدي. يجب أن ندعو بعض الأشخاص للعب ماهجونج غدا. وفجأة يضيء الهاتف. من قد يتصل في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ ماشي مرحبا. فيقول الشخص على الطرف الآخر: هل أنت مستعد؟ لقد حان الوقت، هل أنت مستعد؟ يتفاجأ من هذا. ما الذي تتحدث عنه؟ لابد أنك جننت. آمل أنه يمكنك حقا تغيير المصير. وفجأة يتحول المشهد إلى داخل عالم المانهوا في جزيرة الضباب الشرقية، بلدة كرة الفراء. ويقول في نفسه: بسبب تلك المكالمة الهاتفية الغامضة عبرت إلى هذا العالم. ويفتح هذا العالم كمقدمة لدخول روما كما في أساسين كريد 2. ويقول شخص بدين أصلع: كونوا نشيطين، عليكم أن تروه من نتائج تطور الحضارة الروحية في بلدة كرة الفراء. يجب عليكم أيضا أن تبرزوا المبادئ التوجيهية خلال اختبار سيد الوحوش الروحية للتعزيز، ألا وهي الرخاء والديمقراطية والوئام والتجارة. يتكلم بطلنا بينما هو مرتاح والسوق يكتظ بالسكان. ليس هذا فقط، لقد عبرت إلى عالم سيد الأرواح واستوليت على جسد شخصية صلعاء تسمى وانغ شياو مينغ. لا أعلم أي لقيط أرسلني لهنا، لكن هل يعتقد حقا أنني لن أعود؟ أنني لن أعود. إعدادات عالم سيد الأرواح تختلف عن بقية العوالم، وكذلك في هذا العالم الذي صنعته بيدي هاتين، من أصغر نبتة إلى أعظم الأسرار المخفية، كل شيء تحت سيطرتي. لكن بينما يقول هذا سيندم قريبا، إذ يكمل: أنا أحاكم هذا العالم الذي لا يخفى عنه شيء. ولكن فجأة تتزحلق قدمه ويسقط على الأرض منكبا على وجهه، إذ يقول كلب يبول عليه: يا له من متخلف. يا إلهي. يغضب كثيرا ويكتب على دفتر الديث نوت الخاص بلايت: أنت في ورطة أيها السور اللعين، عندما أعود سأستخدم سائل التصحيح حتى أمحوك من هذا العالم. هذا من كل عقل يفكر كذا، صدق مقبول. لكنه فجأة يصدم بقدوم شخصية بجانبه. ماذا تفعل؟ اختيار سيد الوحوش الروحية على وشك البدء. أنت لست متوترا على الإطلاق. على الأقل دونت هذا حتى لا أنسى. أما بالنسبة للاختبار، مجرد اختبار في حياتي المليئة بالمغامرات،
هذا لا يعد شيئا. ايش ياو مينغ، ما هذه الأشياء الغير المفهومة التي تقولها؟ دعنا نتوجه إلى الساحة العامة. هذا هو يي شياو، بطل القصة وابن العالم. والديه ماتوا ولديه إمكانات هائلة. على الرغم من أنه يبدو طريا، سيصبح شخصية مهمة تنقذ العالم في المستقبل. يعجبني أن الكاتب دخل العالم بشخصية صلعاء ومن الصفر، يعني نشوف شلون راح يتطور. استنادا إلى القصة الأصلية، فإن وانغ شياو مينغ هو صديق طفولته، بل صديقه الحميم. ومع ذلك حسنا، سأتحدث عن الأحداث المستقبلية في المرة القادمة. وبينما يأكل تفاحته يفكر: على أي حال، بما أنني هنا الآن، يمكنه التنحي جانبا وأن يكون شخصية داعمة بدلا من ذلك. أويلي يابا، يتحداه البطل أن يكون مجرد كومبارس في قصته. لكن فجأة يي شياو يرى شيئا في السماء. هاي شياو مينغ، انظر! فجأة نرى سفينة تطير في السماء وكأنها قرية صغيرة، والسفينة مصممة على شكل فواكه الشيطان في ون بيس. فينظر الاثنان في ذهول: إنها سفينة جوية ضخمة. لقد حان الوقت أخيرا. يتحمس ويقول في خلجاته: أول حدث رئيسي في هذه المنهوة، اختبار اختيار سادة الوحوش الروحية للمبتدئين. على ظهر قرية السفينة هذا يوجد أشخاص. فتاة شقراء تلبس ملابس الأكاتسكي. فينوس، لماذا أتعبت نفسك بالقدوم إلى هذه البلدة النائية؟ نرى وجهها وتقول: لقد كان قرارا متسرعا لأنني كنت أشعر بالملل قليلا. حسنا، سأذهب لأشرف على الاختبار. أما في الساحة فكان الجميع يتدربون، أو على الأقل يستعدون للاختبارات. يمكن لأولئك الذين يبلغ عمرهم 16 عاما على الأقل الانضمام إلى الاختبار، لكن من لديهم القدرة على أن يصبحوا سادة الوحوش الروحية هم من يستطيعون فقس بيضة الوحش الروحي. والشخص الذي يفقس أقوى وحش روحي يمكنه أن يذهب إلى مقر البرلمان لإجراء اختبار رخصة سيد الوحوش الروحية. يتكلم أحدهم يلبس القلنسوة وقناعا إيطاليا: هذا النوع من المدن المتهدمة في أحسن الأحوال لن تنتج إلا سادة وحوش روحية ذوي وحوش روحية من المستوى الأول. لكنه يستمع صوتا يقول: إنها تفقس، إنها تفقس، إنه وانغ شياو مينغ ابن رئيس القرية، الابن كأبيه حقا. هذا ما يقولونه. حصل بطلنا بالفعل على وحش روحيا يبدو قطة طائرة. يا للهول. هذا نفس الوحش الروحي الذي فقسه وانغ شياو مينغ في القصة الأصلية. عنصر الرياح، وحش روحي من المستوى الثاني، النمر المجنح. سأكتفي بهذا. في النهاية، وحش الروحي الحالي هو الذي رافق وانغ شياو مينغ طوال القصة الأصلية. في الواقع أنا على دراية بطريقة ستمكنني من الحصول على أقوى وحش روحي في مدينة المبتدئين هذا، ولكن كما قلت سأكتفي بهذا. إذ يقول الشخص الغريب ذو القلنسوة: شخص ما فقس وحشا روحيا من المستوى الثاني في هذه المدينة، وبطلنا شياو مينغ يحمل النمر المجنح وكأنه قطة صغيرة. يجب أن أعطيك اسما. ماذا عن الهرة السمينة؟ لكنها ترفض ذلك بتاتا. يبدو أنه لم يعجبك، أليس كذلك؟ ماذا عن النمر الكبير؟ يرفض هذا أيضا. أنت مزعج حقا، سأسميك النمر الأحمق. هل أعجبك هذا الاسم؟ يبدو أنه يغضب قليلا ثم يلاعبه. أنت أحمق حقا. لكن فجأة يسمع ضجة: لقد فقس الجميع بيضهم بالفعل. هل فشل يي شياو في القيام بذلك؟ هذا ما يقولونه. يلتفت ويقول: فقط ابقى معي وسنصبح أساطير لا محالة. يي شياو بطل القصة الأصلي كان يحاول بصعوبة. يا حسرتاه، إنه أكثر شخص موهوب في القرية. يبدو أننا كنا مخطئين بشأنه. مياو، أيها النمر الأحمق، دعنا نراقب الآن. يقول الشخص ذو القلنسوة: الوقت يكاد ينفد. أولئك من لم يفقسوا بيضهم سيتعين عليهم الانتظار 5 سنوات أخرى قبل المحاولة مرة أخرى. لكن بطل القصة الأصلي يي شياو لا يبدو أنه سيستسلم. أوشك وقتي على الانتهاء. هل سأضطر للاستسلام؟ ماذا يحدث؟ من المفترض أن يكون هو فخر القرية. استسلم، كفاك إضاعة للوقت. إنه شياو مينغ. ينظر إليه ويبتسم وصلعته تلمع. إنه شياو مينغ، إنه الوحيد الذي لا يزال يبتسم لي ويشجعني. تعابير وجهه تبدو غريبة جدا. لن أستسلم أبدا. لقد قطعت وعدا مع شياو مينغ أننا سنصبح سادة الوحوش الروحية معا. يتعرق وهو يحاول ويكمل: يبدو أنني لست مؤهلا لفقس بيضة وحش روحي من المستوى الثاني. سأحاول فقس بيضة مختلفة. وبالفعل، ما أن يضع يده على بيضة أخرى فتفقس على الحال وتخرج منها مخلوق سعلوي، وحش روحي من المستوى 0، كرة الفراء.
ولكي يكون أفضل سنسميه مارشميلو. يتفاجأ الجميع إذ يقولون لقد اختار وحشا روحيا من المستوى 0 كرة الفراء. هل فقد صوابه؟ كرات الفراء موجودة في كل حدب وصوب خارج القرية، إنهم أضعف من الإوز. هل له خيار آخر غير القيام بذلك؟ التعاقد مع كرة فراء أفضل من إضاعة 5 سنوات. بالفعل يحصل على كرة الفراء أو مارشميلو ويضع علامة على يده. لكن بطلنا شياو مينغ لا يبدو متفاجئا إذ يقول في خلجة خاطرة كرة الفراء كانت وحشه الروحي الأول في القصة الأصلية كذلك. في منهى سيد الأرواح يمكن للوحوش الروحية أن تتطور من المستوى 0 إلى 7، وتعتبر مستوياتهم وسيلة لتصنيفهم، فكلما زاد التصنيف زادت قوة الوحش الروحي. هناك العديد من العناصر، منها العناصر الرئيسية: الرياح، النار، الماء، الأرض، المعدن، الخشب، الضوء، الظلام، وعناصر أكثر غموضا مثل الحشرات والسم. في كل مستوى يخترقه الوحش الروحي يكتسب مهارة حصرية وشكل قتال من خلال التدريب. يجب أن أذهب لأواسي ييشياو. الحصول على وحش روحي ذو مستوى عالي من البداية يوفر على سيد الوحش الروحية الكثير من الوقت، هذا لأن زيادة مستوى الوحش الروحي يتطلب الكثير من الجهد والمال والحظ. وبينما يمشي هناك فشهرته تلمع مثل صلعته، إذ يقولون وهم يتوددون إليه كالكلب: شياو مينغ، هل لديك فتاة تحبها؟ لدي ابنة وتقاطعه فتاة أخرى: هل تود أن تأتي لتتناول العشاء في منزل ليلى؟ لدي ابن. ويقاطعهم جميعا. ما كل هذا الهراء؟ طبعا هو ما قال كذا، هاي إضافة من عندي. إذ يقترب من البطل الحقيقي ييشياو: يا فتى صاحب المارشميلو، لماذا تشعر بالإحباط؟ لا أتذكر أنني علمتك أن تتصرف بهذه الطريقة. يبدو حزينا وهو يلعب مع وحش روحي من المستوى 0 ويقول: لكن في خضم اللحظة اخترت بيضة وحش روحي من المستوى 0. وماذا لو كان من المستوى 0؟ تذكر لا توجد وحوش روحية عديمة الفائدة، فقط أسياد الأرواح عديمي الفائدة. يبدو متحمسا جدا حتى أن المقابل لا يفهم إلى ما يرمي. هيا أنا أحاول أن أشجعك. شياو مينغ، أنا أرى لقد فهمت الآن. يا له من ساذج هذا الطفل. كتبت مثل هذه الحبكة المبتذلة من أجل جذب القراء. يا لي من كاتب عبقري. وبعدها يحرك مطرقته ويقول: من أجل توفير وسيلة غش للبطل، هذه البيضة التي عجز عن فقسها يضرب بمطرقته فتنكسر البيضة. هي أعظم تسليك في هذه القصة. إنها ثمرة شجرة سماوية يمكنها تنقية سلالة دم الوحش الروحي وزيادة إمكاناته. النمر الروحي سماه بطلنا النمر الغبي، وأنا سأسميه بسبوس، إذ يأخذ بسبوسا ويتركه في الهواء ليسقط على هذه المياه الروحية كما في توم وجيري. لكن صديقه صاحب القصة يتفاجأ كثيرا: شياو مينغ، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بحق خالق الجحيم؟ هذه البيضة الغير مفقوسة جيدا للوحوش الروحية الصغيرة. وبعدها يأخذ بسبوس ويقول في نفسه: سأترك الباقي له، فأنا بحاجة إليه حتى تنجح خطتي، لذلك سأترك له القليل من هذا السائل الخارق. وبالفعل يفعله بالمثل، ويترك شمشوم أقصد مارشميلو في هذا السائل الروحي. هكذا الأمر، ابذل قصارى جهدك يا كرة الفراء. إذ يصرخ الفتى ويقول: الآن سنجري تقييما لإمكانيات وحشكم الروحي. بطلنا شياو مينغ شبيه وان بانش مان يقول استنادا إلى القصة الأصلية: بعد إبرام عقد مع وحش روحي ستزداد إمكانات المبرم للعقد بشكل أكبر بكثير، وبما أنني الوحيد هنا الذي له وحش روحي من المستوى الثاني فلتجدوا شخصا ما للقتال معه. لكن الجمهور يستعجل: أيها الرجل العجوز، كفاك إضاعة للوقت. بسبوس يتحمس كذلك: مياو. وشياو مينغ يقول: أنا أتحدى الجميع. يقول آخرون مما لديهم وحوش روحية: شياو مينغ، حتى لو كنت أنت فغرورك هذا سيقودك إلى هلاكك. ويقول الأشقر: لا تدع إنجازاتك تغرك. ويقول آخر: لا تندم على قرارك عندما تخسر. يقاطعهم ييشياو: مهما بلغت قوته فهذا يلاعب بسبوس قليلا. ويقول: هيا أيها الصعاليك، هلموا إلي. فيغضب الجميع ويقولون بصوت واحد: لنهاجمه معا، هيا. ييشياو يقول: اهدأوا جميعا، سأريكم الآن الفرق بين البشر والحكام. أيها النمر الأحمق بسبوس، أطلق عنان انفجار الغيمة الضبابية.
وبالفعل يسمع أصوات لضربهم في داخل الضباب. أوش، لا تضرب وجهي، لقد ركلتني في فخذي، ومن أخبرك أن تسد الطريق؟ يجب أن نخرج من هنا. إذ يقول الحكم: لقد استخدم المهارة الفطرية لوحشه الروحي لإرباكهم وإقصائهم واحدا تلو الآخر، استراتيجية جيدة للغاية. ومن بين الضباب يظهر ون بانش مان، أقصد بطلنا شياو مينغ. الآن عرفتم قوته، وحش روحي من المستوى الثاني، ومكتوب على لباسه الأقوى على الإطلاق، بينما هزم الجميع تحت أقدامه. يمثل فوقهم ويقف هناك كالأسد الشامخ بجانب شبله. لابد أنني بدوت رائعا، أليس كذلك؟ لا مهرب من شعور الوحدة عندما تكون الأقوى. يقول بطل القصة يشياو: إذن هذه هي قوة شياو مينغ الحالية، لقد أصبح شخصا مختلفا تماما. يقولون: شياو مينغ قوي جدا، إنه على مستوى مختلف تماما. من أين أتى بهذه العباءة؟ تبدو رائعة للغاية، كأنها من أنمي وان بيس لأميرال في البحرية، الأقوى على الإطلاق. وسفينة القرية الطاووسية ما زالت تستمر وتسبح في هذا الفضاء. كما هو متوقع، أنا المشارك الوحيد الذي تم اختياره من بلدة كرة الفراء. يمكنني الآن ركوب السفينة الجوية للتوجه إلى مقر البلاط الشرقي للاختبار النهائي. مثل ما حدث في القصة الأصلية، لم يصعد يشياو على متن السفينة الجوية، لكن من هنا بدأت مغامراته الرائعة. لو واجه شخص آخر هذا الموقف لكان قد اختار أن يسلك طريق البطل، ليترك البطل بدون طريق يسلكه. شياو مينغ: أتمنى لك رحلة آمنة. فيغمز ويقول: يا صديقي، لا تستسلم، أنا أؤمن بأننا سنلتقي في الجزيرة الشرقية قريبا. لماذا قد أسلك طريق الشونين المازوشي الذي أحتاج فيه إلى خوض صعوبات لا حصر لها لأصبح أقوى؟ سنحتسي مشروبا معا عندما يحدث ذلك، إنه وعد. ياسوكو. وبالفعل يغادر بطلنا ون بانش مان في هيبة رائعة. يراقبه بطل القصة وكأنه مجرد كومبارس لا علاقة له بالقصة. شياو مينغ ودموعه تتساقط من على مقلتي عينيه. يقبض على قبضته ومعه مارشميلو قائلا: لن أجعلك تنتظر طويلا، سأصل إلى الجزيرة الشرقية يوما ما. بينما هو راكب السفينة يستمتع بالأجواء ويقول في نفسه: بهذه الطريقة لن تفسر خطتي. استمتع بالتدريب أيها البطل، سأري شخصيات هذا العالم معنى التحسن بسرعة الضوء. والله شكلي يا عيال صدق راح يصير ون بانش مان. عجبتني القصة. سأراكم في الحلقة لا، لنكمل. عالم سيد الأرواح مكون من جزر عائمة متعددة، وتشكل تلك الجزر ذات الارتفاعات المختلفة سلسلة جزر. يقسم الناس الجزر إلى 9 مستويات مختلفة، ويسافرون بينها باستخدام السفن الجوية. على سبيل المثال، أنا ولدت في جزيرة الضباب الشرقية، وهي جزيرة من المستوى الأول. يقع فرع البلاط الشرقي في الجزيرة الشرقية من المستوى الثاني. وكما نرى في الخريطة، هناك الجزيرة الشرقية، جزيرة المرجان الأبيض، وجزيرة الضباب الشرقية في الأسفل، وذلك على التوالي. كلما ارتفع مستوى الجزيرة زادت شراسة الوحوش البرية التي تعيش هناك. لا يمكن للأشخاص العاديين العيش في تلك الجزر في سلام. تذكرت الجزر الموجودة بمن هو زوفان الصاقل الشيطاني، لازم تشوفوه، منزل 73 ساعة منها أو أكثر. تمكنت البشرية من التوسع والتطور على الجزر العائمة بفضل قوة سادة الوحوش الروحية. بصفة كاتب هذه المنهى يجب أن أقول أن فكرتي رائعة بالتأكيد. يلبس ملابس فخمة ويقول بسبوس مياو: أنا أبدو رائعا في هذا الزي، لكن لا يمكنني فعل أي شيء حول هذا الرأس الأصلع. لو علمت بأنني سأستحوذ على جسده لم أكن لأجعله أصلعا. يسمعون من مكبرات الصوت: يمكنك اختبار وحشك الروحي مجانا على هذه السفينة الجوية. المشاركون الذين يحتاجون إلى ذلك يرجى التوجه نحو. وتستمر التعليمات. يا له من توقيت مثالي مناسب. فيخرج بهدوء مع حيوانه الروحي، يمشيان في الرواق. يتحمس مع بسبوس ويقول: أيها النمر الأحمق، لقد شربت معظم السائل الخارق، لذلك عليك تطوير قدرة رائعة. بينما يتمشيان يصطدم 2 كان يعبرا من اتجاهان معاكسان. تنحى جانبا. يبدو أنهم عصابة ما. الذي في المنتصف هو القائد ومعه سحلية كوحش روحي من المستوى الثاني. الأبله رقم 2 هذا الذي على يمينه، أما على يساره فالأبله رقم 1 إذ يقول: كيف تجرؤ على عرقلة طريق هواتشي؟ هوانغ هواتشي. يا له من وجه مألوف. إذ يقول رئيسهم: هل أنت أعمى؟ أنا آسف جدا. ينحني المسكين ويتوسل. يتذكر ما حدث في القصة الأصلية، إذ يأتي الأصلع ويقول بينما يدوس عليه: لقد أغضبت هواتشي تعلم.
في القصة الأصلية تعرف وانغ شياومينغ على هوانغ هواتشي على متن هذه السفينة الجوية، حتى أنه جعل هواتشي زعيم المجموعة إنها أدنى نقطة في حياة شياومينغ وأكثرها إهانة. لنذهب ونختبر خصائصك أيها النمر الأحمق. حري بك ألا تعبث معي يا هوانغ هواتشي، وإلا لن يستطيع أحد هنا إنقاذك من بطشي. لكن هواتشي يتفاجأ من أن الأصلع لا يعير له أي اهتماما ويمشي في طريقه، فينظر إليه بطريقة مستغربة، إذ يقول زميله الأبله رقم 1: ما الخطب يا هواتشي؟ هل تريد أن تقتله؟ أنا في مزاج جيد اليوم، لذا سأتركك تذهب. وبالفعل يهرب المسكين وينفذ بحياته، يبتسم ويقول: أنا أحب كيف يبدو ذلك الأصلع، هل نجعله جزءا من مجموعتنا؟ أؤمر ما شئت يا هواتشي، أنت الزعيم. هكذا يشجعني الأحمق. والمشهد الآن في غرفة اختبار الوحش الروحي. في عالم سيد الأرواح هناك طرق متعددة لاختبار خصائص الوحش الروحي. هناك زهرة اختبار الوحش الروحي كريهة الرائحة التي تبتلع الوحش الروحي ثم تفرزه. ثم هناك عود البخار الغريب الذي يضم الوحش الروحي في حالة من الخوف الشديد لتحديد إمكاناته. يمكن أيضا اختبار الوحش الروحي بجعله يتقاتل ضد وحش ميكانيكي حتى نفاذ قوة تحمله، وسحب الدماء هي طريقة أخرى كذلك. بالتوفيق أيها النمر الأحمق. مسكين بسبوس يتعرق وهو يخاف دخول هذا العالم للاختبار، لكنهما يتفاجئان بظهور قناديل البحر. ينقص المشهد سبونج بوب بسيط فقط. قناديل البحر النجمية. هذه طريقة اختبار نادرة. ويتنهد بسبوس المسكين، إذ أنه من سيخوض الاختبار وليس صاحبه، إذ يتركه يسبح في هذا الفضاء. هذه الطريقة لن تؤذي جسد المادي للوحش الروحي، ولكنها يمسك المياه البسبوس المسكين بطرف القنديل هذا، وفجأة يتم الإمساك بها من 4 جهات، فتصرخ مياو مياو. تترك صدمة نفسية هائلة. اسمها الآخر هو ميجسات الشبح، لأنها تدخل في فتحات الوحش الروحي لتحديد خصائصه. فيصرخ بسبوس المسكين بأقصى ما لديه ويتألم شر ألم. تحمل أيها النمر الأحمق. وفي نهاية المطاف يسقط متعبا. الصدمة كانت سيئة لدرجة أنها جعلته في حيرة من جنسه، يبدو كالأنثى. قناديل البحر النجمي يتغير شكلها وفقا لخصائص الوحش الروحي. النمور المجنحة عادة ما تكون لها عنصر الرياح مع سمة الضباب، لكن لديه عنصر الخشب كذلك. أحسنت صنعا أيها النمر الأحمق. سأطعمك وليمة ضخمة لاحقا، ولكنه يبدو متعبا جدا ومثارا بشكل غريب. المشهد التالي كانت في وليمة كبيرة في حفلة ليست لها سابقة. الكثير من اللحم والخضروات والعديد من الأشياء اللذيذة، حتى أنني اشتهيت الأكل. سأذهب لأكل. النتائج أظهرت أنه يتمتع بإمكانات على مستوى السماء. عادة ما تكون إمكانات النمور المجنحة على مستوى الأرض، لكن ذلك السائل الخارق جعله يقفز 3 مستويات كاملة من حيث الإمكانات. يشرب مشروبا بينما بسبوس يأكل سمكة. يمي يمي. عنصر الخشب لديه العديد من القدرات. أتساءل أي قدرة سيحصل عليها النمر الأحمق، لكنه يتفاجأ بينما يشرب بأن السائل كان حارا جدا. المشروب اللعين إنه ساخن جدا. ويراقب بسبوس ما يفعله. سحقا. سأخرج كتاب الديث نوت. سأعدل القطعة عندما أعود للمنزل وأتأكد من أن السفن الجوية تقدم مشروبات باردة. سحقا. سأصاب بالبثور. ماذا تريد؟ مياو. يقترب أكثر ويلعقه من مكان خطأ من فمه، فيتحول إلى صخرة ويقول: أيها الهر الغبي، هل تغير ميولك الجنسية بعد تجربة قنديل البحر ذلك؟ اذهب إلى الجحيم. فيضربه بقوة كبيرة إلى السماء. اغرب عن وجهي، لست مهتما بالحيوانات. تذكر، لا تلعق شفتاي من الآن فصاعدا، ولا يمكنك مشاركة السرير معي عندما تنام. لما أشعر بحكة في رأسي؟ أشعر بالمزيد من الحكة. أيها النمر الأحمق، لديك براغيث في شعرك. يبدو أن القط تحمس وهو يقترب من مكان شعره. هل نبث له شعر؟ إيش قاعد يصير هنا؟ في هذه اللحظات هناك فتاة تمشي في الرواق. أين غرفة اختبار الوحش الروحي؟ هناك صوت أحد ما. من يا ترى؟ سأغسلك وأحلق فروك. مياو. أعذرني. ماذا؟ ونرى بأن شكله قد تغير تماما ونبت له شعر أسطوري. تبدو الفتاة خجلة جدا، ويبدو أنها معجبة ببطلنا الذي قد تغير شكله
وأصبح كأبطال المانجا أو المانهوا أو المنهى. لماذا أنت شاردة الذهن؟ فتخجل وتقول لا أستطيع التحمل أكثر من هذا، قلبي ينبض بشكل جنوني. لكن تقول ذلك في قلبها في حين يشعر بالصدمة الكبرى، وذلك بعدما يلمس شعره. ماذا؟ لدي الشعر، لقد حصلت فعلا على الربيع الأقصى، أندر قدرة لعنصر الخشب. جميع قدرات عنصر الخشب تتطور في النهاية إلا الربيع الأقصى، إنها نقطة الانطلاق نحو التناسخ. مياو. لا يمكن للربيع الأقصى تسريع سرعة علاج الإصابات فحسب، بل يساعد كذلك في نمو الشعر. هذا مثالي، هذا هو شكل وانغ شياو مينغ النهائي. تاليا ماذا سنفعل يا برين أيها البسبوس الغبي؟ بالتأكيد سنسيطر على العالم. بينكي وبرين أنا راح بالي هناك. حان وقت إنجاز أهم هدف لي على هذه السفينة الجوية. في إحدى الفصول الإضافية أخفيت شيئا في أحد زوايا هذه السفينة الجوية، إكسير قديم حبة دمج الروح. إذا استخدمتها بشكل جيد يمكنني الحصول على قوة قتالية تعادل المستوى الرابع، وسيجعلني ذلك لا أقهر في بداية القصة. نعم، هناك شيء يلمع في خشبة غير مريحة. أحب أن أضع هذه الأمور، ربما يوما ما عندما أصنع لعبة سأضع الكثير من الكنوز الخفية. فهذا ما نفتقده هذه الأيام في الألعاب الغبية والتي تحلب المال فقط. لا أتذكر لماذا أضفت مثل هذا العنصر الذي من شأنه يقضي على التوازن الذي في القصة تماما. حسنا، من يهتم فأنا من سأخذه في النهاية. الفتحة صغيرة جدا حتى النمر الغبي لا يستطيع الوصول إليها، وإذا قمت بإزالة لوح الخشبي سوف أجذب انتباه الجميع. علاوة على ذلك المشرف على الاختبار هنا أيضا. أيتها الغبية، هل تريدين أن توسعي دربا؟ ابتعد عني أيها اللقيط. ما الذي يجري في الأرجاء؟ يا لها من فتاة مسكينة، ألن يتدخل المشرف؟ لقد سمعت أن الشجارات جزء من الاختبار. لدي فكرة. يتحرش الفتى بالفتاة وهو يقول أنت من طلبت ذلك؟ أفلت يدي أيها القذر. سأجردك من ملابسك لأرى ما إذا كانت لديك الوجه بعد ذلك البقايا على السفينة الجوية. من هذا؟ هل تريد أن تضرب معها؟ أيها الشقي، أنت تعترض طريقي. تخجل الفتاة حتى النخاع وتقول إنه هو. هل تعلم من أنا يا فتى؟ ابتعد عن طريقي أيها الكلب، أنا في مزاج جيد، قد ألقي لك عظمة لاحقا. حسنا أيها الوغد المشعر، لقد نجحت في استفزازي أيها التنين الزاحف، لنندمج الآن. تحول السحلية. يتفاجأ الجميع، لقد تحول إلى سحلية، هذه الحركة تضاعف قوته الجسدية، إنه لا يقهر الآن، لهذا السبب لم يجرؤ أحد على معارضته. لقد فات الأوان لتناشد الرحمة، سأمزقك إلى أشلاء. هذه هي مهارة التنين الزاحف الفطرية، يمكنه الاندماج مع جسد صاحبه. مقارنة بالأشخاص العاديين أنت قوي جدا، ينطلق بسرعة كبيرة لكي يقضي عليه. مت أيها الغبي. ومع ذلك فإن هذا الاندماج المزيف لا يمكن مقارنته بالاندماج الحقيقي. يضرب أرضية السفينة بقوة كبيرة، ولكن يبدو أنه لم يصب شيئا. لو كان بإمكاني قتالك على الأرض فقط لما تجرأت على تحديك، لكن في الهواء يبدو أنه قد تحول ويطير في الهواء كنمر مجنح ينظر للأعلى. محال عليك الفوز على عنصر الرياح بعنصر الأرض البطيء. هو ذا يطير في السماء ومعه الحيوان الروحي المجنح. أيها النمر الأحمق، استخدم مياو، لكن بعد ذلك يفعل شيئا غريبا. يبدو أنه يضع رأسه على مدخنة منزل ما. انفجار الغيمة الضبابية. وبالفعل يحدث ضباب في الأرجاء كله. ماذا يحدث؟ هل اصطدمت السفينة بغيمة؟ اتجه يمينا، نحن بحاجة للخروج من الغيمة بسرعة. يسقط الكثير من المتبارين بسبب هذه الضجة، إذ يقول الحكم الممتحنون هذه المرة مشاكسون. رجل السحلية كان يصارع كي يمسك بمخالبه ولا يقع، وفي هذه اللحظة ينطلق بطلنا بتسارع كبير ويضربه بضربة قوية باستخدام ركبته، فيتلقى ضربة قوية ويبصق الدماء.
تريد مقاتلتي وأنت لا تستطيع حتى الوقوف بشكل مستقيم. وبعدها يكمل عليه بضربة أخرى يرسله عديد الأمتار، موقعا إياه على الأرض وفاقدا للوعي. أخيرا توقفت سفينة عن الاهتزاز، لقد تبدد الضباب، من فاز؟ تنظر الفتاة الجميلة ذات النظارات وترى بطلا هناك. لا أدري كيف تتغير الكتابة خلفه، ربما هو مجرد إحساس الكاتب. إذ تعشقه فتاة المان هو كالعادة، وبسبوس يبدو سعيدا كذلك ويعطيه تلك الحبة. حصلت على الإكسير. شكرا لك، كان من المنعش رؤيتك وأنت تهزمه، أنت قوي جدا. لا داعي لشكري، أنا وانغ سايتو، لا أتحمل الظلم. تقول فتاة من فوق البرج: أحسنت قولا، لقد أثارتني هذه المباراة، ومع ذلك لقد كدت أن تتسبب في حادث للسفينة الجوية، لذلك عليك أن تعاقب. فينوس، إحدى المسؤولات السبعة الكبار للبلط. كدت أنسى أنني أنا من وضعتها في هذه السفينة الجوية كمشرفة على الاختبار في ذلك الفصل الإضافي. قوة هذه المنحرفة على الأقل في المستوى الرابع. إذا استطعت البقاء على قيد الحياة بعد ضربة هذا فسأتركك وشأنك، لنتسلى أيها الشاب. تقول هذا وتسحب سيف ميهوك. أيتها الأخت الصغرى، استمتعي بالتمثيل. فيضحك ويقول: كمشرفة لقد شاهدت ضعفاء وهم يضطهدون ولم تحركي أي ساكن. لقد دافعت عن العدل ومع ذلك اعتبرتني أنا المخطئ. يخرج في مكان عال ويقول: أنا وانغ سايتو، في حياتي بأكملها لم أرى أحدا بمثل وقاحتك. هذا حقا عالم غير عادل. ماذا يفعل هذا المجنون؟ لا أستطيع تحمل العيش في هذا العالم القذر ولو للحظة أخرى. فيرمي نفسه من أعلى السفينة. فتاة المانها لا تعرف ماذا تفعل، فهي قلقة جدا وبيدها وحشها الروحي الغراب. لقد قفز من على متن السفينة، لقد أجبر على فعل ذلك لأنه حاول مساعدتنا. مغادرة السفينة الجوية تعني التخلي عن وضعه كمشارك. يا له من رجل محترم ورائع. المجلس غير عادل، سنوقع عريضة. نعم، يصرخ الذراع الأيمن. الرأي العام يتجه ضدنا. هذا الشقي مثير للاهتمام. وتلحس فوق شفتها بشكل مثير للريبة. حفنة من الحمقى. لقد استطعت خداعهم جميعا. سوف تقل فاعلية تلك الحبة إلى النصف إن استخدمته مباشرة. طبعا يقصد من غير صقلها. أحتاج إلى قدر كبير من المواد لصقل الحبة. لقد قفزت من السفينة فقط للحصول على الأعشاب اللازمة للصقل في جزيرة شينغ، هي القريبة من هنا. بالإضافة إلى ذلك يوجد على تلك الجزيرة فتاة سخيفة ذات أذى كبيرة تدعى جي، وسوف تساعدني في إيجاد تلك الأعشاب. وفقا للقصة سيتم حرق قريتها بأكملها من قبل قطاع الطرق قريبا، وسيكون هذا هو الوقت المناسب لي لإنقاذ تلك الفتاة الجميلة. مهلا. شعري، لقد انتهى مفعول نمو الشعر. القط المسكين من كثرة الشعر يحتاج إلى أن يعطس، وبعد أن يعطس عطسة قوية يبدو أنه قد سقط الفتى بسرعة كبيرة. إذ يصرخ الحيوان وهو يتابع صديقه يقع، وشياو مينغ يصيح وهو يقع: أيها النمر الغبي. في مشهد في الغابة الخضراء الجميلة هناك يد فتاة تمتد على فطر، ومن لمسة يد الفتاة أتوقع بأنها جميلة للغاية، وبالفعل تلتفت وإذا هي آية في الجمال. انظرنا إلى السماء، ما هذا؟ فتنظر الفتاة ذو الشعر الأخضر. هل هذه شهب؟ إذن سوف أتمنى أمنية. أصبري شوية، حينزل لك أمنيتك. المشهد التالي في قاعة غريبة. هناك عرش خاص لشخص من جلد النمور. يبدو أن شخصا قديما سلفا أصلعا قد مات، والكثير من الناس يقرؤون الفاتحة لروحه. ارقد بسلام أيها الزعيم، سوف نحرق النقود الورقية لك في ذكرى وفاتك. وأحد ما ينزلق من زاوية ويقول: شخص يشبه فريزر من دراغون بول. زعيم العصابة قد مات، والآن حان الوقت لتولي زمام الأمور. ويصرخ الناس: بو لا تحلم بهذا يا شيونغ. لقد قدم زعيم العصابة وصية تفيد بأن من يستطيع ترويض وحشه السحري سيصبح القائد الجديد. أجل، الجميع لديهم فرصة. يطقطق بأصابعه ويقول: أيها النسر. لقد استغرق مني الأمر وقتا طويلا لترويضه. فيتفاجأ الجميع فجأة عمرهم من مقدرته على ذلك، إذ ينزل النسر المسكين والجميع مذهولين. كيف يعقل هذا؟ لقد استطاع ترويضه. على الرغم من أنني لم أتعاقد معه بعد، إلا أنه اعترف بي كسيده بالفعل. يهبط النسر على يده ويجلس بقربه. أنا من سأكون القائد من الآن فصاعدا. لكن قبل أن يكمل كلامه
يبدو أن النيزك القادم من السماء قد هبط فوقه مباشرة، محدثا انفجارا وضجة. وبعد انقشاع الغبار يظهر المسكين مياو وبقية الأتباع، وطبعا بطلنا شياو مينغ إذ يسقط يجلس على الكرسي، وكأنه من المقرر أن يجلس على هذا العرش يشبه عرش جيم اوف ثرونز. لحسن الحظ قام النمر بحملي في اللحظة الأخيرة. أشعر بألم في مؤخرتي. هل مات شيونغ؟ هاجم هذا الدخيل. يهجم أفراد العصابة للانتقام من هذا الدخيل. كيف تجرأ على فعل هذا لزعيم عصابة الصلع؟ مهلا، زعيم عصابة الصلع، تلك العصابة التي تسكن الجبال والذين قاموا بتدمير قرية جي. سوف أقضي عليكم جميعا أيها الوضيعين. مهلا، إن رأسه. ويتفاجؤون جميعا بأنه أصلع. ها أنت أصلع أيضا؟ إنه فتى أصلع، إنه ليس عدونا. لقوا الشبيه مالتهم. يمكن بعد شوي يقولون هو روح الزعيم اللي مات. تلك العصابة ودودون للغاية تجاه الصلع. لقد قمت بابتكار إعدادات غريبة في هذه القصة، ولكن فجأة يهجم عليه ذلك النسر. يلتفت إليه وإذا به يشكل موجة قوية ويهجم به. أصبح النمر غاضبا. اركض أيها الفتى الأصلع، نحن لا نقاتل رجال الصلع الآخرين. لكنه يقف ثابتا أمام الخطر. إنه مجرد وحش سحري بري ويجرؤ على قتالي. يفتح جناحيه ويطير هو الآخر كالنسر في السماء. لابد أنك سئمت من الحياة أيها النسر البغيض. يتفاجأ النسر من أنه قوي، وبعد المشهد الآخر نراه قد شوي في سيخ وأصبح شاورما لذيذة. أقسم بالله أنك تستاهل. لحسن الحظ لم يتمكن النسر من التعرف على سيده، وإلا كنت سأواجه العديد من المتاعب. وطبعا بسبوس يدهن اللحم المشوي. في الحقيقة الجميع كان يكره ذلك الطائر، ولكن من سيصبح الزعيم بدون أن يروض النسر؟ اللحم طري للغاية. في هذه اللحظة ينهض الفيك فريزر. هل أصابكم العمى؟ ذلك البطل هو زعيم عصابتنا الجديد. يعجبني تواضعه. يعطيه بطل نظرة وان بانش مان، وبعدها يركع الفتى. أيها الزعيم، نتمنى أن تساعدنا في غزوة جميع أنحاء البلاد. ذلك الشخص مجددا، إنه يحاول خداع الزعيم الجديد. سوف أريه بعض مهارات التمثيل لأنال إعجابه. إلا أن شياو مينغ يضربه بضربة قوية جدا بمساعدة بسبوس، فيتم إرساله عديد الأمتار. لقد تحرك جسدي تلقائيا فجأة. مياو مياو. ويتفاجأ الجميع. ذلك الرجل جيد جدا في التمثيل، لم أستطع منع نفسي من الإطاحة به أرضا. اجعلوه ينظف المرحاض إلى الأبد. حسنا أيها الزعيم، سمعا وطاعة أيها الزعيم. نعم، هذا هو المكان المناسب لك. في المشهد التالي يتحدث الجميع. يقام اليوم حفل تتويج قائد العصابة الجديد. التساؤل عما سيقدمه للعصابة في المستقبل. هدوء، الزعيم قادم. ليس من الممتع أن تصبح زعيما لقطاع الطرق في الجبل، لكنني كنت مضطرا لفعل هذا حتى يساعدني في جمع الأعشاب. ليس لدي خيار سوى هذا. يظهر بطرازه الحديث أمامهم ويبدون متفاجئين من أناقته. القائد، ما هذا الموجود على رأسك؟ أهذا؟ ويبدو في حلة جيدة جدا، وكأنه زعيم مافيا في المنهوى. إنه شعر. تستمر الاحتفالات الصاخبة عند عصابة الجبل. سوف تعتمد العصابة على نظام إدارة عصري متقدم مع أداء عادل وشفاف، وهو تجميع النقاط. سوف نبذل قصارى جهدنا لنكون عصابة متناغمة، حيث كل من فيها يملك شعرا طويلا. فيتحمس الجميع. شكلهم كلهم كان عندهم عقدة نقص من عدم وجود الشعر أو الصلع. سمعا وطاعة يا زعيمنا، فليحيى الزعيم. أما فيك فريزر يقول: لما يجب علي تنظيف المراحيض لبقية حياتي؟ كان الجميع يعمل بشكل جيد، ويقول أحدهم: شعر طويل، لقد أصبح لدي شعر طويل. جدي أتستطيع يتهدى؟ لقد أصبح لدي شعر أخيرا. لقد تغير ملامحه. هذا الشعر مذهل للغاية. فيصرخون مرة واحدة: هاي لنجمع النقاط، أقسم بالولاء للزعيم لتحقيق حلم الحصول على شعر طويل. المشهد كان في مجرى ماء جار. لم يرتكبوا أي جرائم في الآونة الأخيرة. لقد أصبح لصوص الجبال أولئك هادئون مؤخرا. ربما تم إبادتهم جميعا عن بكرة أبيهم. لكن شخص ما يربت على ظهر الفتاة فتلتفت. أتساءل ما إذا كان هناك أحد يبيع الأعشاب في القرية. تلتفت وهي تموت من الحب كبقية فتيات المنهوى. أجل وبعدها يغمى عليها. ما الذي فعلته لمي؟ نحن فتيات القرية، لا تقلل من شأننا. لكن يبدو أنهم مجموعة من الشباب الصلع
الذين قد اكتسبوا شعرا من دبرها. إذا هل أرشدتمونا إلى الشخص الذي يبيع الأعشاب هنا، فتموت بقية الفتيات ويقعن في الحب؟ نعم، إنه مرض الحب. أما زعيمتهن الفتاة ذات الشعر الأخضر، أو أخضر مائل للأصفرار، ما أعرف يقول، إذ يقولون الشعر الأخضر والعيون الخضراء مع أذى كبيرة لابد أن تكون جاي. لا بأس، لدي الكثير منها في منزلي، يمكنك المجيء إلى منزلي والحصول على القليل منها. أوه، لماذا رحل الجميع فجأة؟ جي باي، لا أعلم لماذا أسميتها هذا الاسم، أكره تصرفاتها الغبية، لا أعرف لماذا قمت برسمها حتى، ولكن ذكر أن في القصة أن تلك الفتاة من سلالة غامضة للغاية ولديها قدرات مذهلة. من قلة حذرها تقع الفتاة على النهر، وبهذا يبتل جميع ملابسها. وها هو ذا بطلنا يظهر. على أي حال يمكنها أن تقدم إلي مساعدة في المستقبل. لم تعد لدي فرصة لأنال إعجابها بعد أن فشلت خطة القضاء على لصوص الجبال. يجب علي التفكير في خطة أخرى. حاكم الجبل، وحش سحري من الدرجة الثانية. إذ يقول حاكم الجبل: فاكهة، أنا أحب الفاكهة. ترمي هذه الأشياء على الأغصان لتوقع الفاكهة. أنا جائعة. تبكي وتقول: أنا جائعة، أريد تناول الفاكهة. فيظهر بطلنا هنا. إن هذا المخلوق لطيف للغاية. تبدو حاكمة الجبل حزينة نوعا ما. الوحوش السحرية الغير مدربة لا تستطيع استخدام المهارات السحرية. مياو. وفي نفس اللحظة تظهر الفتاة من المياه، وحاكمة الجبل تبكي: الفاكهة، أريد الفاكهة. تنظر للأعلى وترى بأن هذه الفواكه التي تشبه الطماطة بعيدة المنال. إذا أنت تريدين البواه؟ نعم، بواه. ما هذا؟ بواه، ما الذي يجب علي فعله؟ إنها تتحدث لغة البشر. ترفع يدها وإشارة خضراء غريبة تتفاعل. ليس هناك خيار سوى هذا. ماذا؟ لقد أجرت عقدا معها بالفعل. هذه هي إعدادات جي باي في القصة. فهي فتاة عديمة الفائدة، ما يميزها هو أذداؤها الكبيرة فقط. فالحيوانات التي بجانبها من الدرجة 0 درجة 1 وهكذا. هذا الحيوان الوحيد هو من الدرجة 2، لكن لديها مهارة مميزة وهي جذب الوحوش إليها. حتى وحش نادر من الدرجة 2 في جزيرة من الدرجة الأولى انجذبت إليها وأصبحت سيدته. أتريدين أن تكوني سيدتي؟ إنها تلمع. بفضل حماية وحش حاكم الجبل الوحوش لم تعد تضايقنا، وأصبحت القرية مزدهرة. لكن في النهاية الرجل الذي أمرته بتنظيف المراحيض قاد الرجال الصلع لتدمير القرية. أحرق القرية بأكملها. احترق منزل كوي وجي، ولكنهما نجيا واختفيا عن الأنظار. في ذلك الوقت كان هناك جدل كبير جدا بين القراء، مما أدى إلى انخفاض ترتيب القصة في ذلك الشهر. امرأة ليس لها علاقة بشياو ظهرت. إذا لم يمت إكسياو لم يكن ليحصل على بلورة الحياة. نحن نقرأ قصة إشياو وليس قصة جي. لابد أنك نسيت القصة تماما. لقد كنت عابر سبيل في هذا الفصل وانتهت قصة جي، ولكني شعرت أنني إن أبقيتها في القصة سوف أندم. هل أنت مستعدة؟ بوا! وبالفعل تقوم بتشكيل تقنية في يديها وتدفعها باتجاه هذا المخلوق الصغير الذي لا أعرف حقيقة إن كان ذكرا أم أنثى. فلنقل أنه مخلوق وحشي. مبدئيا ما زالت مراسم التقنية تستمر، إذ تنطلق مجموعة كبيرة من الانفجارات الخفيفة في الأرجاء، لكنها تكبر شيئا فشيئا وتدمر أشجارا وأراضا. مهلا أيها النمر. هذه هي مهارة كوي المميزة. يبدو أن المسكين حتى قد تعرض لهذه الضربة وفتح ملابس مؤخرته من الخلف. لحسن الحظ تفاديتها في اللحظة الأخيرة، وإلا لكنت مت. والآن حان دوري. تسقط الفتاة جي باي وكذلك المخلوق من التعب. لقد استخدمت الكثير من الطاقة. هذا لا يبدو مثل ما كان في المرة الأخيرة. فاكهة، لا فاكهة. هذا لا يعقل. يلتفتون جميعا وإذا به قد ظهر فوق هذا التل. سوف أكمل من هنا. أنت تستخدمين قدراتك بشكل خاطئ. أنت تقومين بإهدار قوتك فحسب. يمكنني تفاديها بسهولة. يظهر بطريقة مهيبة، إلا أنه لا يدري بأن مؤخرته مفتوحة. لا تهدري موهبتك. أظن أنني نجحت. ولكنها تبتسم وتحتضن القط الصغير. لطيف للغاية. لقد تم تجاهلي، ولكن متى قام النمر ذلك النمر الأحمق قام بجذب انتباهها. كيف يعقل هذا؟ يتصرف ككبار الشخصيات في المنهى ويضع يده بجانب الفتاة محاصرا إياها في هذا الجرف.
حسنا، سأحاول مجددا. أنا مروض وحوش أقوم بالترحال. ويلاحظ المخلوق بأن هناك تفاعلا كيميائيا بالحب بينهم، ولكنه لم يدرك بأن شعره قد تساقط. ما هو هنا يدرك بأنه قد جلب العيد. لسوء الحظ لقد تساقط شعري في لحظة مهمة للغاية. فتضع الفتاة يدها على رأسه، يبدو متفاجئا، فتقول: يا لها من رأس جميلة، إن ملمسها ناعم للغاية. هل أنت هو مروض ذلك النمر؟ ولكن في نفس الوقت يبدو أن بقية الشباب كذلك تتم مطاردتهم من قبل الفتيات. اهرب أيها الزعيم، لقد جن جنونهم بعد أن تساقط شعرنا. كيف تجرؤون على خداع فتيات قرية شويهو؟ ولكنهم كانوا قد أحضروا الكثير من الأشياء المطلوبة. أراك لاحقا. يا له من رجل غريب الأطوار، إنهم محظوظون. جي، هل فعل ذلك الرجل ذو المؤخرة العارية أي شيء سيء لك؟ هذا صحيح، يبدو أن هذا الرجل شخصا سيئا. أنا بخير. رأسه الأصلع جعلني أشعر بأنه شخص لطيف وليس سيئا. يقف رئيس الوزراء في ذلك العصر أمام شعبه ويقول: لدي حلم يجب علي تحقيقه، حلم أن يحصل جميع أفراد العصابة على شعر. يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الحلم. فيصرخ الجميع مشجعين على ذلك، حتى أن الفتاة وحاكمة الجبل يقولان ذلك أيضا. لقد أتت إلى هنا مجددا منذ وقوع تلك الحادثة. أصبحت تواظب على المجيء إلى هنا. يا لها من رائحة طيبة. هل سنتناول السمك المخلي اليوم؟ باي جي، أنت لطيفة للغاية. أجل، هل هي بحاجة للاهتمام بأمر قطاع طرق مثلنا؟ إذ يقول أحدهم: أرجوك فلتقم بإجراء عقد معي أيها السنجاب الجميل. جي. وقاموا بجذب العديد من الوحوش السحرية ذات المستوى المنخفض. مياو مياو، هيا تناول السمك. لقد اكتشفت إعدادات لم أذكرها قط في القصة. أيتها المرأة الحمقاء، هل توقفت عن العبث مع وحش السحري؟ يقولها بهيبة كبيرة، إلا أنه لا يدري بأن شعره قد تساقط والجميع ينظر إليه بسخرية. حرفيا حرب أعصاب. لأي أصلع يشاهدنا الآن، اثبت نفسك في التعليقات لندعمك بلايك وقلب. تبدو أفضل وأنت أصلع. تلك الفتاة الغبية لديها مشكلة في ذوقها في اختيار الرجال. مخلوق الجبل يقوم بتعويذة سحرية وبعدها يأكل. بفضل ذلك الوحش السحري استطعنا إعادة تعمير الجبل مجددا. لنكمل غدا. إنك مدينة لي صحيح. ترفع الفتاة يدها. علي أن أرحل الآن. هيا تعالي يا كوي. ما لا زال عليها البقاء لهذه الليلة حتى تتدرب. إذا اعتني بشياو كوي. علي الرحيل الآن. دعيني أكمل كلامي على الأقل أيتها الغبية. إذا لنحسمها الآن. شياو كوي هي آلهة الجبل، أقصد حاكمة الجبل. في هذه الأثناء كان هناك قدر كبير يطبخ فيه بطلنا شياو مينغ الأصلع ملك الساحة. سوف يتم استخراج الجوهر من تلك الأعشاب. قمت ببناء هذا المبنى خصيصا لأعمال الخيمياء. سوف تكون الحبة جاهزة الليلة. تتحمس فتاة حاكمة الجبل شياو كوي وتركب على قط هرهور أو بسبوس، وحتى أنهما يطيران في أرجاء الغرفة، بينما بطلنا يجلس على الكرسي وكأنه ملك هذا المكان. يراودني شعور سيء. هذا مقزز. هل هذان الوحشان مثليان أم ماذا؟ أسحب كلامي. هذا يعني أن حاكمة الجبل ليس إلا وحش روحي ذكر، وسنتعامل من الآن فصاعدا على هذا النحو. لقد عدت. لما لا يوجد أحد بالجوار؟ وفجأة يقول أحدهم: لابد أنك إحدى سكان تلك القرية، ليس كذلك؟ ويتبين بأنه بطل العالم الحقيقي يي شياو وحيوانه الروحي المارشميلو. لا تخافي، أنا لست شخصا سيئا، أنا أحد أعضاء جيش العدالة. فجأة في السوق هناك أناس يتحدثون. أريد 10 حزم من عشب الهيموستاتيك، وهو دواء لوقف النزيف. هذه هي شوان المسؤولة عن الإمدادات، وهذا هو لي المعروف بحبه للأطفال، وهذا هو يونغ تشينغ يوي. لقد انضم لنا مؤخرا وهو يحب تناول الطعام كثيرا. تبدو الفتاة متفاجئة وكذلك الشاب. لم أتوقع أن أقابل الكثير من الأشخاص الطيبين هنا. المشهد الآن في الساحة. هذا هو جيش العدالة. من يكون ذلك الشخص الوسيم الذي يتوسطهم؟ إنه قائدهم. هذا هو قائد إحدى فرق جيش العدالة، وعلى يده الوحش الروحي صقر الفجر من الدرجة الثالثة، وبجانبه شخصان قويان. يقول عجوز: ما هو سبب مجيئكم إلى هنا يا سيدي؟ لقد أتينا إلى هنا لشن حملة ضد عصابة الصلع الساكنين للجبل. يمكنكم الاطمئنان جميعا، سوف نقوم بإبادة أولئك الأشرار عن بكرة أبيهم. أجل، اقضي على أولئك الأشرار فلتحيا العدالة. مهلا لحظة. يلتفت الرئيس. تقول الفتاة الجميلة جي باي ذات تعرفون، قائد عصابة الصلع، والآخرين أشخاص لطفاء للغاية. جي محقة. أولئك الأشخاص قاموا ببناء الجسور والطرق. هذا سوء تفاهم. ماذا؟
لماذا الأجواء تغيرت؟ يأتي تابعه ويمسك الفتاة من على معصمها. أنت تعلمين أولئك اللصوص جيدا، لابد أنك جاسوسة. لكن يتم إيقافه عند حده من قبل أحد النبلاء. أقصد بتصرفاته. لا تتصرف بوقاحة مع تلك الفتاة أيها الفتى المستجد، ألا تعرف القوانين؟ يتدخل القائد. حسنا، أوقفوا هذا الآن، لا تتشاجروا. أعتذر بالنيابة عن تابعي، لكنني رأيت العديد من الأشخاص الذين يعانون جراء ثقتهم العمياء بالأشرار، لذا يجب علينا القضاء على أولئك اللصوص. وتنظر الفتاة بعيني بريئتين وجسم غير بريء أبدا. أعرف أن الكثير مسبقا قام بحجز هذه الفتاة لتكون زوجة له، فأش أقول الله يزوجكم ويزوجنا بفتاة أحسن منها بعد. تحت أضواء القمر يبدو أن المرج لقد انتهى الصقل بنجاح. تلك الحبة تعطي المروضين والوحوش السحرية القدرة على الاندماج معا. لا تدع أحدا يدخل إلى هنا بدون إذني. أمرك يا سيدي. لا أريد من أحد أن يزعجني لمدة ساعتين حتى أقوم بامتصاص تلك الحبة. عندئذ يمكنني البدء في تنفيذ خطتي. في مخزن الكنوز في المجلس المتواجد على جزيرة دونجي يوجد هناك كنز غريب يسمى مقطورة البوصلة. يمكن لهذا الكنز الكشف عن أماكن كل الكنوز القديمة، بما في ذلك البرج السماوي المذكور في الأساطير. عندما أقوم بإيجاده وأقوم بفتح ذلك الباب سوف أستطيع العودة إلى الديار. البطل الذي ينجح في اختبار المجلس يستطيع الدخول إلى مخزن الكنوز واختيار ما يشاء. مياو، سأكون البطل لهذا العام. هاي أيها النمر، سوف نقوم بتقسيم. لكنه يتفاجأ فجأة عمره عندما يرى بأن القط يحاول ابتلاع هذه الحبة بيننا. يقوم بضربه بقوة كبيرة. ألا تريد تقسيمها أيها الجشع؟ لكن في هذه اللحظات كانت هناك الفتاة المسكينة البريئة تمشي في الأرجاء. لقد تعثرت كثيرا ولم أستطع رؤية الطريق ليلا. لو كانت كوي برفقتي لم يعد هناك أي وقت لأضيعه. علي أن أخبر وانغ بأسرع ما يمكن. أولئك الأشخاص الذين أتوا للقرية خطيرون للغاية. في هذه اللحظات كان هناك البطل المزعوم قادم لإنقاذ الناس من لصوص الجبل ومن صلعتهم إلى الأبد. تلك الفتاة ذاهبة لتحذير اللصوص. لقد كنت محقا إنها تعمل جاسوسة لصالحهم. يهدأ الفتى ولا يعرف ماذا يقول. ربما نحن مخطئون. لا أظن أن تلك الفتاة شخص سيء. أنت فقط مجرد شخص ساذج. القائد، لكنك شخص يمثل العدالة. لنمثل العدالة يجب علينا أن لا نخدع بالمظاهر. أتفهم ذلك أيها القائد. أنت أكثر مروض موهوب رأيته على الإطلاق، لذلك لا تخذلني. يقول بطل القصة يشياو. حسنا. وبعدها يقتربون من الحصن. هناك شخص ما، إنها جي، ولكن الوقت أصبح متأخرا. تصل وهي تتنهد بسرعة كبيرة. أنا هنا من أجل تحذير وانغ. لكن في نفس اللحظة يطلق سهم ناري بجانبها يحرق السور. ادخلي بسرعة يا جي، كوني حذرة، لا تتحركي. ما الذي يجري؟ وإلا يظهر المروض البغيض المبتدأ هوتشو. سأقتلك. ومعه وحش سحري من الدرجة الثانية، الفهد عنصر النار. أنت اتبعوا التشكيلة الدفاعية التي علمنا إياها الزعيم. قوموا بإطفاء الحريق وعلاج المصابين. هجوم. نحن فرقة العدالة التي لا تقهر. هيا. يتابع الزعيم والبقية من بعيد ما يحدث. من فوق الجرف يقول: لم أتوقع أن يكون لصوص الجبال أقوياء بهذا الشكل. شياو، نحتاج إلى مساعدتك. لا مشكلة. كنت أظن أنه سيكون هناك العديد من الخسائر جراء هذا الهجوم. هيا بنا لننطلق يا تانغ يوان. شيو. أما الصلع فيرون ما هو قادم. جميعكم تصدوا لهذا الهجوم. مهلا، ما هذا؟ فجأة نرى يشياو ينزل عليهم بضربة في المارشميلو. فلتهربوا جميعا، فلتكبر يا تانغ يوان. ما هذا؟ إنه ضخم للغاية. ينزل عليهم بهجمة كبيرة. انطلق كرة الملك، كرة الشعر. الوضع القتالي لكرة الشعر، الملك كرة الشعر. فينزل عليهم مدمرا المكان حرفيا. قد قضي على جميع الأعضاء أو الكثير منهم ووحوشهم الروحية. تخلصوا من باقي الأعداء وراقبوا السجناء. لقد انتصرنا، لقد تغلبنا على الأشرار. هاي. شخص ما يرفع أحدهم: أين هو قائدكم؟ لحظة واحدة، لماذا نما شعر أولئك الصلع؟ فيرد أحد الصلع: الزعيم سوف ينقذنا، أحذركم من الذهاب إلى القلعة. القلعة. وبالفعل يقفون جميعا أمام القلعة الكبيرة. هذه هي القلعة؟ هل أخطأنا الطريق؟ هل قطاع الطرق هؤلاء عاديون؟ لا أصدق ما تراه عيني. حتى مارشميلو الصغير تانغ يوان يرى ذلك ويبدو مصدوما. بس شكله كلش كيوت، صح؟ المبتدئ البغيض يبدأ بهجمة على السور، إلا أنه يفشل. فيقول يشياو: ليس هناك خيار سوى الذهاب إلى الداخل. أيها الأحمر،
أحمق، لابد من وجود فخ. فيسكت، وهنا تتدخل الفتاة. لقد استجوبت أحد اللصوص للتو، قال إنه قوي للغاية، أظن أنه علينا أن نتوخى الحذر. في هذه الحالة إذن لنقوم بجذب العدو للخارج. يفتح عيناه ويتنفس. لقد استطعت امتصاص الحبة أخيرا. لم يستيقظ النمر بعد. أظن أنه لا يعرف كيفية استغلال الطاقة الروحية لتسريع عملية امتصاص الحبة. يمكنه امتصاص الطاقة المختزنة بها ببطء وحسب، لكنه يسمع ضجيجا في الخارج. قوموا بإحضار السجناء. لماذا يوجد ضجة بالخارج؟ لقد أمرتهم بأن لا يزعجوني، لكنه يتفاجأ بأن هناك حصارا كبيرا، وحتى أن تلك الجميلة الصغيرة مربوطة وحولها الآخرون استعدادا لحرقهم. ما الذي يجري بالخارج بحق خالق الجحيم؟ يصرخ البغيض: نشك في أن قرية شوي هو على وفاق مع لصوص الجبل، وهذه المرأة هي الدليل على ذلك. انظري إلى المشكلة التي تسببت بها يا جي. لقد أخبرناك بأن تقطعي علاقتك مع أولئك اللصوص. أنت هي سبب كل هذا. تقول بكل براءة: ولكنهم ليسوا أشخاصا سيئين. أيها القائد، أليس هذا مبالغ فيه؟ مبالغ فيه؟ الأشخاص الذين لديهم علاقة مع لصوص الجبل يعتبرون حلفاء لهم. العطف على الأشجار أكبر دليل على شر. لكن إذا لم تعترف تلك الفتاة بخطئها فاحرقوها. هل ما نفعله هذا يسمى العدالة؟ Welcome to reality يا بني. للأسف لا توجد عدالة، لا في الحقيقة ولا في الأحلام. العدالة فقط بالدين الإسلامي. أما بطلنا في الداخل فيبدو في وضع صعب. شياو مينغ يبدو قلقا. لقد عبثت بأحداث القصة. لقد أصبحت في صف اللصوص، وقد قامت فرقة العدالة بالإمساك بجي. هل يقوم العالم بتصحيح نفسه؟ لقد غيرت الأحداث، ولكن العالم يحاول إعادة الأمور إلى مجرياتها مجددا. النمر لم يستيقظ بعد. لا أستطيع مواجهتهم بمفردي. لحسن الحظ قمت ببناء تلك القلعة، والآن لن يتمكنوا من الدخول إليها، لكنهم يجمعون كل هؤلاء الأشخاص في هذا المكان. حتى حاكم الجبل لم يخلص منهم. فيدوس هذا الوحش الروحي الذئب عليه ويبدو غاضبا. ظهر ذلك الوحش السحري فجأة. أهو وحش بري، لقد أخافني. أنقذوني. أنقذوا جي باي، نسر من الدرجة الثالثة. يا للهول. بعد أن تغلبت على ذلك النسر ظهر نسر أقوى. يقترب البغيض ويمسك الفتاة البسيطة من شعرها. هل أنت خرساء؟ فلتنادي على وانغ. ويقصد وانغ شياو مينغ. تبدو في حالة صعبة الفتاة. انتظري فقط لفترة قصيرة بعد. تصر على أسنانها. لا أستطيع فعل ذلك. لا يمكنني إزعاجه. تماسكي. ما الذي تفعله؟ أتتعامل مع حلفاء اللصوص بلطف؟ هذا مجرد فخ. سوف ألكمها. تماسكي. لكنها تبتسم وتقول: فلتفعل ذلك. أنا لست خائفة. تمام، ولكن يحدث انفجار كبير في الداخل. ينظر الجميع إلى ذلك الاتجاه، ويبدو أن أحدهم قد ظهر من العدم. لا أستطيع تحمل أكثر من ذلك. فيظهر بطلنا وانغ شياو مينغ بصورة مهيبة، وأرجو أن لا يسقط شعره هذه المرة. أهذا زعيم عصابة الصلع الذي يقال أنه قوي وغامض؟ لقد نجحنا في استدراجه أخيرا. كتيبة الصقر، اتخذوا التشكيل الهجومي. ماذا أفعل هنا؟ قد يكون لصا، لكنه بالتأكيد يهتم برفاقه. تتفاجأ الفتاة. أيتها المرأة الحمقاء ذات الأذى الكبيرة. شياو مينغ جاء من أجلي. لا تسيء فهمي. لا أهتم إن عشت أم مت. أنا أشعر بالغضب فقط. أنا هنا لاصطياد بعض الذباب. لا أستطيع استخدام حبة دمج الوحش الروحي بما أن النمر الغبي نائم، لذلك أنا بحاجة إلى... فجأة يقوم أحدهم بتشغيل نباتات غريبة مثل الهوكاج الأول هاشيراما من ناروتو. إذ تقوم ألسنة الأغصان بالهجوم بأنياب حادة. إنه الكروم المتعطش للدماء. إنه وحش أسطوري ذو سمة خشبية من المستوى الثاني. وفجأة تهاجم الفتاة بشكل مباغت. يا رعاة الدم السامة، روح أخرى من المستوى الثاني. الروح الخضراء تفعيل مهارة انفجار الدم السام، ويحدث انفجار كبير في الهواء. رائع. هل مات؟ هذا ما يقوله صديق بطلنا. لا أعرف لماذا لم يتعرف عليه، ربما بسبب الشعر. لا، انظروا هناك. لقد كان قريبا. لكن فجأة هجوم مباغت آخر. أنا جونغ تشينغ يو. استعدوا. سيافة عائلة مياجي. نصل الرياح. مياجي يوري. لا عجب أنه بدا مألوفا للغاية. إنه في كذيبة الصقر كذلك. إنه البطل الثاني للمانهوا الأصلي الذي يتخصص في السيف. يتفادى ضربته بصعوبة. يقول مياجيوي: لقد تفاداه. وبالفعل يتفادى ذلك ويصعد إلى أعلى المكان. أهذا كل ما بجعبتك؟ يجب علي أن أواجه شخصيات قوية ومجموعة من الوحوش الروحية من المستوى الثاني. هذا سيء. لحسن الحظ فإن النمر الغبي قد تناول السائل الخارق قبل أن أشكل عقدا معه، فلهذا السبب أصبحت أقوى بسرعة هائلة. بالكاد يمكنني الصمود أمامهم باستخدام سرعتي، ولكن أوراقهم الرابحة الرئيسية هي وحش روحي من المستوى الثالث، صقر الشفق.
وهو مقاوم لسمة الرياح. إنه سريع جدا. أيها القائد، سأعتني بهذا. يتناغم مع حيوانه ويضاء عين كل واحد منهم، حتى أسرع الأرانب تموت تحت سهم الصياد. سحقا، بمجرد أن يحدد هدفه فلا مفر له. صقر الشفق، الشكل القتالي للمستوى الثالث، جناح الضوء، ريشة القوس.